ضحكتها العالية الرنانة اللي صوتها مميز سواء في أفلامها السينمائية أو على المسرح كانت معبرة عن حياة فنانتنا النهاردة. بس على الرغم من كده نهايتها كانت مأساوية. حكايتنا النهاردة عن الفنانة ميمي شكيب. محطات كتير عاشتها ميمي شكيب شكلت مشوار حياة طويل من القصور والسرايات اللي قضت طفولتها فيها. اتولدت أمينة شكيب لعيلة كبيرة وثرية بترجع لأصول شركسية، فكان والدها مأمور لاسم بوليس حلوان وجدها ضابط في الجيش في عهد الخديوي إسماعيل. أما بقى والدتها فكانت سيدة أرستقراطية بتتقن الكثير من اللغات، منها التركية والإيطالية واليونانية والألمانية. وكان ليها أخت واحدة أكبر منها ب4 سنين، هي زينب أو الفنانة زوزو شكيب. عاشت أمينة في القصور والسرايات وتعلمت في مدرسة العلا المقدسة، وعلى الرغم إنها ما كانتش متفوقة في دراستها إلا إنها قدرت تتقن اللغتين الفرنسية والأسبانية. ومن صغرها كانت بتتميز بالشقاوة والخفة والدلع. وعلى الرغم من الحياة المرفهة اللي عاشتها أمينة إلا إنها ما حستش بالسعادة بسبب معاملة والدها المتشددة، فكان بيمنعها هي وأختها من الخروج من البيت إلا للخروج للمدرسة بس. واستمرت حياة أمينة شكيب هادية ومستقرة لحد ما اتقلبت حياتها بعد وفاة والدها بشكل مفاجئ، وكان عندها حوالي 12 سنة. ودخلت والدتها في صراع عنيف مع أسرة جوزها بسبب الميراث، لأنهم طلبوا منها ياخدوا البنتين ويربوهم، لكن مامتهم رفضت فحرموهم من الميراث. واضطرت الأم تنزل الشغل علشان تقدر تصرف على بناتها. في الوقت ده بقى اتقدم ابن أخت إسماعيل باشا صدقي رئيس الوزراء للجواز من أمينة، وعلى الرغم من إنه أكبر منها ب20 سنة إلا إنها وافقت على الجواز منه، وكانت سعيدة بالجوازة دي لأنها كانت فاكرة إنها هتعيش حياتها بقى بحرية وانطلاق، وإنها تقدر تروح السينما بسهولة، لأن الحاجات دي كان والدها رافضها خالص. لكنها اتفاجئت لأن جوزها طلع متزمت أكتر من والدها، وكان منعها برضه من الخروج خالص. مش بس كده، لا ده بعد 3 شهور من جوازهم اتجوز عليها وسابها لوحدها في البيت. كانت حامل في أول طفل ليهم، وطبعا ما تحملتش الصدمة وجالها شلل مؤقت وراحت بيت والدتها علشان تكمل علاجها. وبعد بقى ما خفت طلبت الطلاق، وعلى الرغم من رفضه في البداية إلا إنه بسبب إصرارها وافق في الآخر واتطلقوا. بعد الانفصال بقى قررت أمينة إنها تتمرد على نمط حياتها اللي فاتت وتعيش بقى بحرية ومن غير قيود، وفكرت إنها تشتغل في الفن، خاصة إنها بتعشق الفن من وهي طفلة. فراحت على طول على الاستوديوهات والمراكز الثقافية لحد ما لقت فرصتها الأولى من خلال جماعة أنصار التمثيل، وانضمت ليها واتدربت فيها الفترة. وكمان أسست فرقة تمثيلية خاصة بيها واشتغل معاها ممثلين زي زكي رستم وأحمد علام، وقدمت أول رواية ليها من خلال الفرقة وهي فيوليت. وعلى الرغم من إن الرواية ما نجحتش إلا إنها ما فقدتش الأمل خالص، فراحت مع أختها لنجيب الريحاني وضمها لفرقته. وفي خلال فترة قصيرة بقت ميمي شكيب بطلة الفرقة وقدمت مسرحيات كتير، ومن أهم مسرحياتها اللي قدمتها مع الفرقة الدلوعة، وحققت من خلالها نجاح كبير جدا، علشان كده لقبوها بدلوعة المسرح. وكان لميمي شكيب مغامرات عاطفية كتيرة قوي زي أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكي اللي أعجب بيها لما شافها على مسرح الريحاني، وقابلوا بعض بعدها لحد ما عرفت الملكة نازلي بالموضوع ده، فطلبت من الريحاني طرد ميمي شكيب من الفرقة، ولما رفض بعتت له تهديد بالقتل. فاضطرت هنا بقى ميمي شكيب إنها تقطع علاقتها خالص بأحمد حسنين. بعدها ارتبطت عاطفياً بالاقتصاد الكبير أحمد عبود باشا اللي غرقها بالهدايا وكمان
وحددت مغامرتها العاطفية لحد ما بقت حديث الصحف في الفترة دي. فقررت إنها تتجوز مرة تانية، وكان بقى مين المرة دي؟ رجل الأعمال جمال عزت هو الزوج التاني في حياتها. لكن الزيجة دي أو الجوازة دي ما استمرتش كتير، لأن بسرعة حصل انفصال ما بينهم بسبب غيرته الشديد عليها. وما اكتفتش ميمي شكيب بالنجاح اللي حققته على المسرح وبس، ونقلت نجاحها للسينما. كان أول فيلم ليها ابن الشعب، وكان البطل معاها سراج منير، وكانوا في قصة الفيلم بيحبوا بعض. وتحولت قصة الفيلم لقصة حب حقيقية بين ميمي شكيب وسراج منير، ولكن فرحتها ما اكتملتش بسبب رفض أسرتها للجوازة دي، لأنهم كانوا عايزين ترجع لجوزها أبو ابنها، فسابوا بعض. وبعد 3 سنين اجتمعوا تاني في فيلم مع بعض، هو فيلم الحل الأخير. وقرر سراج منير طلبه مرة تانية، والمرة دي أهلها وافقوا. بس المفاجأة بقى إن أهله هم اللي رفضوا، لأنهم ما كانوش عايزينه يتجوز من فنانة. فراح سراج منير على طول لنجيب الريحاني اللي كان متعاطف مع قصة حبهم، فتوسط أكتر من مرة عند أسرة سراج. وبعد محاولات لسنين وافقت الأسرة واتجوزوا لمدة 15 سنة. وبعدها بكام سنة مات سراج منير بسبب إصابته بأزمة قلبية. فقررت ميمي شكيب ما تتجوزش من بعده، وركزت بشكل كبير على شغلها. وكانت دايما بتعمل حفلات يوميا في بيتها، وبيحضرها مسؤولين كبار في الدولة وأثرياء مصريين وعرب، وطبعا فنانين. والحفلات دي كانت هي بداية النهاية لميمي شكيب، لأنه في يوم وكانت الحفلة شغالة اتقبض عليها ومعاها مجموعة من الفنانات بتهمة إيه بقى؟ بتهمة إدارة منزلها للأعمال المنافية للآداب، وهي القضية اللي اتسمت بالرقيق الأبيض. طبعا الإعلام كان مهتم بالقضية دي، وجلسات المحاكمة كان بيحضرها كتير من المراسلين المصريين والأجانب والمواطنين العاديين كمان، اللي كانوا بيجوا يقفوا قدام المحكمة. وده اللي خلى القضاء يخلي الجلسات سرية، والقرار ده خلى الناس عندها فضول أكتر وأكتر. وبعد 170 يوم من المحاكمة خدت ميمي شكيب وباقي المتهمين براءة، وفضلت ميمي شكيب محبوسة طول فترة المحاكمة. وقالوا إنها اتصابت بحالة من السم والبكم في السجن، وكانت بتعيط طول الوقت لأنها كانت عارفة إنها مظلومة وإن القضية دي متلفقة. على الرغم من إن ميمي شكيب خدت براءة، إلا إنها ما كانتش كافية قدام المصريين، لأنها فضلت تعاني من التهمة دي ودخلت مصحة نفسية لشهور. وبعد خروجها ما قدرتش تكمل حياتها بشكل عادي، وبعد عنها المخرجين والفنانين، وما قدمتش في الفترة دي غير أعمال قليلة وأدوار ما تلقش بيها. وكان آخر أفلامها السلخانة. ونتيجة لظروفها السيئة اضطرت إنها تقدم على معاش استثنائي من صندوق معاشات الأدباء والفنانين بوزارة الثقافة. وعلى طريقة سعاد حسني جت نهاية ميمي شكيب، فوقعت من بلكونة بيتها في وسط البلد سنة 1983، ومحدش عارف مين ارتكب الجريمة. وفي كلام اتقال وقتها إن حد من السياسيين اتخلص منها، واتأيدت القضية ضد مجهول.